السلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فبدايه الا كنت اول مره كتشوفوا القناه نتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر وكذلك على الجرس باش يوصلكم كاع جديد. وما تنسوش لايك الى عجبكم الفيديو، تبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده. ففيديو اليوم ان شاء الله غادي نقدموا فيه عصير صحي وسهل ولذيذ وغير بجوج مكونات، كيجي منعش بزاف وكيجي خاطر ولذيذ، واهم حاجه انه اقتصادي وكيعجب الوليدات بزاف. فغندوزو مباشره للمكونات وطريقه التحضير. خديت هنايا جوج ديال الخيزوات، فمن بعد ما كنقشروهم وكنغسلوهم جيدا، فهنايا خديت كاسرونه غادي نقطع فيها هاد الخيزو. فنحاولوا نقطعوه رقيق باش دغيا يطيب معنا. وهذا اللي كيكون بحال هكا شويه يعني غليظ كنحيدو منه داك العرق اللي كيكون الوسط، غير باش ما تجيش هذيك المروره ديال الخيزو في العصير ديالنا. فمن بعد ما غادي نقطع هاد الكميه اللي عندي، غادي ندير فيها واحد الكاس ديال الماء، وغادي ندير فيها واحد 2 معالق ديال السكر سنيده، وغادي نديرها كتسلق تقريبا واحد المده ديال ربع ساعه. ومن بعد غادي نرجعوا نكمل الفيديو ديالنا باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. فهنا من بعد ما تسلق لينا الخيزو ديالنا خليته واحد شويه، يعني غير كيبرد واحد شويه. ومن بعد كنضيفو هنايا في الخلاط الكهربائي كيف ما لاحظتوا بقى فيه غير شويه ديال الماء. وهنايا غادي نضيف ليه موزه وحده، بنانه وحده، اولا اللي متوفر عندكم يعني جوج اولا وحده. انا كانت عندي غير وحده درتها حيت اصلا درت غير شويه ديال الخيزو. نتوما كديروا الكميه اللي بغيتو وعلى حساب افراد العائله. فانايا غادي نقطعها وغادي نضيف ليها ساشي ديال الفانيلا، سكر فانيلا، اولا ممكن ديروا ساشي ديال زهره البرتقال حتى هي كتجي لذيذه بزاف. فانا كانت متوفره عندي غير سكر فانيلا درتها. بالنسبه للسكر فانا كنت ديجا درتو مع خيزو فاش كان كيتسلق، هذيك 2 معالق يعني كانت كافيه بالنسبه لهاد الكميه، فجا هو هذاك في المذاق. وكذلك ضفت ليه هنا واحد الكاس ديال الماء، وغادي نطحن هاد المكونات جيدا حتى كينسجموا مع بعض، يعني كيطحنوا مزيان مزيان. فمن بعد ما طحنت العصير ديالي مزيان مزيان حتى كينسجموا هذوك المكونات وكيتطحن معنا مزيان، فغادي نديرو هنايا في هذه القرعه وغادي نديرو في الثلاجه حتى كيبرد، حيت كان خيزو مازال يعني سخون. غادي نديروه حتى كيبرد عاد غادي نقدموه. فهنا من بعد ما برد العصير ديالنا جيدا فكنقدموه هكا في كويسات، راه كيجي لذيذ بزاف وكيجي خاطر. واهم حاجه انه اقتصادي بزاف، يعني ما كنحتاجوش فيه مكونات كثيره، وراه كيعجب الوليدات الصغار بزاف بزاف. يعني راه الا ما كانوش كيبغيو ياكلوا الخيزو راه هاد الطريقه اكيد غادي ياكلوه بها. فنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وانكم تجربوا الوصفه وتخليو لي كيفاش جاتكم في التعليق. وكنشكركم بزاف على تتبعوا الفيديو حتى النهايه، وخليتكم على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله.